السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله كده تكونوا اتفرجتوا على فيديو يونت 1 ويكون عجبكم، ولو انت اتفرجتش عليه طبعا تقدر تدوس على الايكون، مش عارف تظهر هنا او هنا حاجه زي كده، يعني ان شاء الله تدوس على الايكون وتروح كده لفيديو يونت 1 وتحل معايا. النهارده هنعمل نفس الفكره كده ان شاء الله، ان احنا هنقعد نحل حبه اسئله كده على يونت 2 ان شاء الله. وبعتذر طبعا ان انا اخرت عليكم الفيديو، بس يعني ادعي لمسرك كده ان شاء الله بالتيسير ولك بالمثل ان شاء الله. طبعا كالعاده انت يعني ان شاء الله لو انت تكون فتحت كده ملف الدرايف هتلاقيني كنت حاطط لك بوستر ليونت 1 لامم لك كده الدنيا وملخص الموضوع كمايند ماب كده تيسر عليك الدنيا. نفس الكلام هنا، هتلاقي كده في بوستر جميل ليونت 2، يعني ان شاء الله يلم لك الدنيا وبزياده، يعني ان شاء الله مفيش اي تفصيله خارجه منه يعني باذن الله. اتفقنا؟ بس هتلاقيني حاطط لك طبعا البي دي اف ده في الديسكربشن، وان شاء الله تقدر تستفاد كده معايا. طيب احنا النهارده هنبدا هنبدا نحل كده مع بعض. اتفقنا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى دلوقتي لازم اقول الدعاء، بس اديني بس فرصه نجيب قلم كده. تمام، يلا قول معايا: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سمي الله كده اللهم ارزقني الفهم، ويلا نبدا. بص يا سيدي، اول سؤال دلوقتي انا بقول لك which of the following represents the light piece that can form image equal to the object. تعالى كده نفتكر كام حاجه بسيطه. اتمنى ان انت ماسك ورقه وقلم معايا كده، تمام، وبتكتب علشان بس تلم الدنيا. كان مين اللي بيطلع صور ايكوال؟ بص يا سيدي، اللي كان بيقدر يطلع صور ايكوال كان عندك هما مين؟ البلين ميرور كانت بتقدر تطلع صور ايكوال. الكونكيف ميرور نفس الكلام. طيب وكمان الكونفكس لينز. طيب تعالى بس كده نربط افكارنا شويه. يعني طبعا البلين ميرور دايما كانت بتطلع الصوره ايكوال، اتفقنا؟ وكنا بنقول طبعا كمان عشان ما تنساش، كنا بنقول الديستنس اللي ما بين الاوبجكت والميرور هي نفس الديستنس اللي ما بين الايمج والايه والميرور. طيب امتى كان الكونكيف ميرور والكونفكس لينس بيطلعوا الصوره ايكوال؟ لو كان عندنا الاوبجكت طبعا واقف عند السنتر كده، كنا بنقول ان الايمج طبعا هتطلع ايه؟ هتطلع ايكوال تو ذا اوبجكت. تمام؟ فاحنا عايزين بقى ندور على اختيار فيه الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم دول، فطبعا هتبقى بلين ميرور، كونكيف لينس. تمام، اهي لقيناها خلاص، اهي اللي هي الاخير. سيبك من دي غلط. بص ده بيقول لك كونكيف ميرور وكونكيف لينس، ما تتلخبطش. طيب السؤال اللي بعده دلوقتي بيقول لك which of the following is a use of lenses. طيب والله هعمل معاك واجب، بس انا كده نفتح الوايت بورد واقول لك هنعمل ايه دلوقتي. معلش بقى البورد كانت علقت وبتاع، اعتبر كأن ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. تعالى كده جمع معايا. بص يا سيدي، صل على النبي. دلوقتي احنا عندنا، يعني انا هحاول اقسمها لك. احنا دلوقتي عندنا ادي كلمه لينس، اتفقنا؟ طيب كان ايه استخدامات اللينس؟ عد معايا كده. كان عندنا 5 استخدامات لللينس. اول حاجه كنا بنقول الماجنيفاينج لينس، العدسه المكبره. كنا بنقول تاني حاجه الميديكال جلاسز. تالت حاجه كنا بنقول حاجه اسمها تلسكوب. رابع حاجه مايكروسكوب. واخر حاجه اسمها بينيكولرز. اتفقنا؟ طيب بالنسبه بقى لاستخدامات الميرور، بص يا سيدي ادي كلمه ميرور اهي، بس احنا طبعا لازم بقى نفرق عشان احنا عندنا الميرور كل حاجه وليها استخدام. يعني الكونكيف غير الكونفكس. ادي هنا كلمه كونكيف وادي هنا كونفكس. جميل. طيب دلوقتي احنا عندنا الكونكيف كنا بنقول مثلا ايه، هما 8، بس يعني انا ممكن اقولهم لك كده بدل ما نقعد نكتب عشان ما نضيعش وقت ويبقاش الفيديو طويل عليك. بس احنا طبعا عندنا الاستخدامات بتاعه الكونكيف ميرور كانت زي ايه؟ زي الشيفنج ميرور، وقلنا المرايات اللي احنا كنا بنستخدمها في الايربورت والفلاش لايت واللايت هاوس، اتفقنا؟ وحاجات كتير قوي كده. طب بالنسبه للكونفكس لينس كنت بقول لك هنا معظمها كان اماكن. كان بيقول لك المرايه اللي موجوده في السوبر ماركت والموجوده في الترين والبارك والجاردن، اتفقنا؟ طيب فانا زي ما قلت لك هنا دي بنميزها بالاماكن. هنا دي كان معظم استخداماتها يعني هنا كانت موجوده في الكشافات، اتفقنا؟ وكمان في نفس الوقت خلي بالك لان كان في استخدام هنا مهم. اتمنى ما تنساوش السولار اوفن. يعني السولار اوفن من الحاجات اللي الكونكيف ميرور مميزه بيها جدا يعني، اتفقنا؟ وكان الجيف ريزون بتاعه طبعا هتقول لي because concave mirror can collect light in ايه؟
in one point only. اتفقنا؟ طيب تعالى نرجع للبي دي اف ونشوف كده. طبعا اعذرني بقى، انا النهارده كحة كتير معلش تعبان، بس زي ما قلت لك ادعي لي كده. طيب دلوقتي انا بسألك مين في دول يعتبر يوز للينس؟ تعالى نشوف. احنا عندنا الكار هيد لايتس دي كانت استخدام كونكيف ميرور. ماشي؟ طب بالنسبة للميكروسكوب طبعا ده كان استخدام لينس، هي الإجابة. الدنتست لينس دي طبعا كانت بتاعت الكونكيف ميرور. طيب السولار اوفن برضو نفس الكلام، ده كونكيف. جميل أوي، تعالى نكمل. بقول لك the light beam falling on the lenses doesn't suffer refraction when passing through a point. تعالى نشوف كده. دلوقتي أنا عندي أدي صورة لينسين. اتفقنا؟ لو نفترض إن الأوبجكت كان واقف هنا، المفروض إن الخط كده هيعدي يلمس اللينس، وخط كده يعدي على نقطة اسمها الأوبتيكال سنتر وهيعدي من غير ما يحصل له أي ريفراكشن. اتفقنا؟ لكن الخط اللي لمس اللينس ده هيبقى عندك نقطة هنا اسمها الفوكس، هتلاقي إن هو نزل على الفوكس كده وقطع. تمام؟ فده حصل له ريفراكشن. انا عايز اعرف مين اللي ما حصلوش ريفراكشن. طبعا الري اللي عدى من على ايه؟ من على نقطه اسمها الاوبتيكال سنتر. تمام؟ تعال نكمل. بقول لك in the opposite figure a real image equal to the object was formed. جميل قوي. بص انا هقول لك حاجه، دايما طالما شفت كلمه ايكوال يبقى على طول الاوبجكت فين؟ الاوبجكت محطوط عند السنتر. تعالى كده نبص على الصوره، استنى اكبرها لك سنه كده عشان تقدر تشوفها. دلوقتي انا عندي الاوبجكت مكانه هنا اهو، يبقى ده معناه ان النقطه دي كده السنتر. ده معناه ان انا كده عرفت حاجتين، ان الراديوس كده ب 10 والفوكال لينس بكام؟ ب 5. طب عرفت منين؟ هو كاتب لي اهو على الرسم. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف هو طالب ايه. يقول لك so the focal length of the lens is اهو. جميل، احنا اخترناه اصلا، عملناه من غير ما نكمل السؤال. تعالى نكمل. دلوقتي بقول لك in the opposite figure an object is placed between a convex lens with a focal length of 5 سم. جميل. يعني انا عندي دلوقتي الفوكال لينس ب 5، قلت لك وكونكيف ميرور الفوكال لينس كمان بتاعها 5. طب تعالى نبص كده. طب ده انا محطوط هنا على مسافه 10 سم من الكونفكس لينس وعلى مسافه 10 سم من الكونكيف ميرور، ده معناه ان انا واقف على السنتر للمرايتين. اتفقنا؟ تعالى نكمل. دلوقتي بقول لك the distance between the image formed by the convex lens and the image formed by the concave mirror. طيب تعالى نشوف. دلوقتي انا عندي ادي الكونكيف ميرور اهي. جميل، عشان لو انت مش شايف بدقلها لك ايه. الاوبجكت واقف هنا على السنتر، يبقى الايمج بتاعته هتطلع تحته كده برضو على السنتر. تمام؟ طب بالنسبه بقى للكونفكس لينس، الكونفكس لينس هلاقي الايمج بتاعتي طلعت الناحيه الثانيه عند السنتر. اتفقنا؟ طيب انا عايز اعرف المسافه دي قد ايه كده. طيب الحته دي ب 10، يبقى الراديوس ده كمان ب 10، يبقى المسافه دي كلها بكام؟ طبعا ب 20. تمام؟ تعال نختار اهي. السؤال اللي بعده. دلوقتي بقول لك in the opposite figure an object is placed 12 cm from a convex lens so a real inverted image equal to the object is formed. حلو. بص خلاص انا مش هبص على اي حاجه غير كلمه equal. تمام؟ طالما احنا اتفقنا شفت كلمه equal يبقى على طول انا واقف فين؟ عند السنتر. طيب يعني انا دلوقتي قلت لك ان انا كنت واقف على مسافه 12 سم من كونفكس لينس. تمام؟ وطلعت صوره ايه؟ يبقى انا دلوقتي واقف فين؟ واقف عند السنتر. طيب تعال نكمل. دلوقتي بقول لك the object is formed in front of the reflecting surface of a flat mirror placed 20 cm from the lens. طيب يعني انا دلوقتي بقول لك انا عندي الاوبجكت اللي بقى واقف قدام البلين ميرور دي، تمام؟ اتكون على مسافه 20 سم من اللينس. طيب دلوقتي انا عايز اعرف الفوكال لينس بكام. طبعا هو قاعد لف بيك وقعد عمل حوارات كتير جدا انت مالكش دعوه بيها، وقعد يقول لك البلين ميرور ومش عارف ايه والاوبجكت فين ومنين وحاجات كتير كده مالهاش 30 لازمه. دلوقتي انا قلت لك ان انا كونت صوره ايكوال، صح كده؟ يبقى انا واقف على السنتر. وقلت لك ان من الاوبجكت لللينس 12 سم، يبقى انا عندي ادي الراديوس ب 12 والفوكال لينس بكام؟ ب 6. يبقى انا من غير ما كنت لفيت اللفه الطويله دي اصلا السؤال كان سهل وكان ممكن يتحل على طول. تعال نكمل. دلوقتي بقول لك from the opposite figure which of the following positions from 1 to 3 is suitable for an object to form a real upright dimension image. السؤال ده فيه غلطه معلش. يعني انت هتشيل كلمه real دي تشخبط عليها كده تخليها virtual، وتشخبط على كلمه dimension وتخليها magnified.
طيب كان مين اللي بيعمل صوره فيرتشوال ابرايت وماجنيفاي؟ تعال نشوف كده البوزيشنز دول. تعال نشرح هنا كده وبعد كده نرجع نحل السؤال. دلوقتي انا عندي ادي اللينس اهي. استنى القلم شويه. ادي اللينس اهي، تمام. دلوقتي ادي السنتر اهو وادي الفوكس، اتفقنا؟ طيب طبعا انا لو واقف هنا على السنتر هطلع صوره ايكوال، وطبعا هتبقى ريل وانفيرت. وقفت على الفوكس يبقى نو ايمج اصلا. طب لو وقفت هنا ما بين الفوكس والاوبتيكال سنتر، اتفقنا؟ اللي هي الجزئيه دي كده، هنا كده. طبعا في حاله ان الاوبجكت اتحط على مسافه اقل من الفوكال لينس، يبقى كده طبعا الايمج اللي هتطلع هتبقى فيرتشوال وابرايت وماجنيفايد. تمام. تعالى بقى نشوف كده حاجه بتقول اللي احنا كتبناه ده. تعالى نرجع. طيب تعالى نشوف. دلوقتي زي ما قلت لك احنا عايزين ندور على حاجه واقفه عند مسافه اقل من الفوكال لينس، فطبعا الوحيده اللي هتنفع اللي هي بوزيشن 1، فاختار. دلوقتي بقول لك when an object is placed 12 cm from the optical center of a convex lens. تمام؟ طيب بقول لك real inverted enlarged. حلو قوي. بص خلي بالك دايما من حبه دلالات كده هو بيديها لك وانت بتحل. بمعنى دلوقتي لو نفترض ان انا قلت لك ان الايمج اللي طلعت معاك ايكوال، يبقى انت على طول كنت واقف فين؟ على السنتر. طب لو قلت لك ان هي مثلا enlarged او قلت لك ان هي magnified، يبقى انت كده واقف ما بين السنتر والايه؟ والفوكس. اتفقنا؟ الاوبجكت كده ما بين السنتر والفوكس. طب لو انا قلت لك ان هي dimensioned، ده معناه ان انت واقف بعد السنتر. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف بقى الدلاله بتاعتي في السؤال كانت ايه. دلوقتي انا بقول لك صوره enlarged. معنى كلمه enlarged يعني انت واقف ما بين السنتر والايه؟ والفوكس. تعالى نكمل. بقول لك when it is placed 14 cm away a real inverted dimension. طب جميل. معنى كلمه dimension اتفقنا ان انت بقيت واقف بعد السنتر. لو انت مش متخيل السؤال فهو قال لك كده ان انت عندك ادي كونفكس لينس اهي. اتفقنا؟ قال لك مره لما انت وقفت عند 12 سم طلعت صوره انلارجد. مره ثانيه لو انت وقفت النقطه بتاعت السنتر كده، لما انت وقفت عند مسافه 14 سم طلعت صوره دايمنشن. اتفقنا؟ بيقول لك what is the possible focal length of this lens. جميل. انا علشان اقدر اجيب الفوكال لينس انا محتاج مين؟ انا محتاج الراديوس. طيب انا اجيب الراديوس ازاي؟ بص كده على الرسمه اللي انا رسمتها لك، اشوفها واضحه في الكاميرا ولا لا. استنى كده. والله واضحه، بس انا هزود لك برضه ولا عشان تقدر تشوفها كويس. استنى. ما تكسفناش قدام الناس بقى، زوم بس كده. دلوقتي بص زي ما قلت لك ادي السنتر 12 قبلها و14 بعدها. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه لو جيت بصيت كده هتلاقي ان انت عندك السنتر ما بين ال 14 وال 12. اتفقنا اللي هي ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى 13. اتفقنا؟ يعني انا عندي الراديوس ممكن يساوي 13. طيب ده معناه ان الفوكس ممكن يبقى بكام؟ ممكن يبقى بنص ال 13 اللي هي 6.5. اعمل النقطة بس كده. تعال نشوف هي موجودة في الاختيارات ولا لا. يا سلام اهي. اتفقنا؟ استنى بس نشيل اللون الاخضر ده ونكمل. تمام؟ يبقى انا زي ما قلت لك انا رسمت اللي هو قال لي عليه. هو قال لي ان انا لما كنت واقف عند 12 سم الصورة طلعت enlarged. لما بقيت واقف عند 14 سم الصورة طلعت دايمنشن. فانا كتبت اللي هو قال لي عليه علشان بس تبقى عيني متخيل، واستنتجت منهم ان السنتر كده عند 13 سم. اتفقنا؟ وقسمت ال 13 علشان اقدر اجيب الايه؟ الفوكال لينس. تمام؟ طيب بعد كده سؤال رقم 9. دلوقتي بقول لك in the opposite figure an object is placed in the middle of the distance between a convex lens. طيب بص من قبل ما اكمل اي حاجه، طالما قلت لك هو واقف في نص المسافه، استنى اكبر لك الصوره شويه. طيب دلوقتي بص لو جيت بصيت هلاقي ان الحته دي كده قد الحته دي، لان هو قال لك ان هو واقف عند الميد ديستنس. تمام؟ تعال نكمل. دلوقتي بقول لك ان الفوكال لينس ب 6 سم and a plane mirror the distance between the image formed of the body by the convex lens. طيب هو خلاص احنا فهمنا السؤال كده. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ انا عايز اعرف المسافه اللي ما بين الايمج اللي الكونفكس لينس هتكونها والبلين ميرور.
طب تعالى نشوف دلوقتي انا واقف على مسافه 12 سنتيمتر من البلين ميرور، تمام؟ احنا اتفقنا اتفاق بسيط جدا، المسافه اللي ما بين الاوبجكت والميرور هي نفس المسافه اللي هتبقى ما بين الايمج والميرور، يعني دي كمان ب 12 سنتيمتر، تمام؟ طيب دلوقتي اللي انا فهمته، بما ان الفوكال لينس ب 6 وانا واقف عند مسافه 12، يبقى انا كده واقف عند السنتر. طيب ده معناه ان انا الناحيه الثانيه الصوره بتاعتي هتطلع فين؟ عند السنتر برضه، تمام؟ طيب بما ان الراديوس ده ب 12، يبقى الراديوس الناحيه الثانيه برضه ب 12. انا عايز المسافه من اول الايمج دي لغايه الايمج دي، فطبعا كده 12 بلس 12 بلس 12 بلس 12 اللي هي 4 باي 12 تطلع معاك بكام؟ ب 48. تمام، تعالى نكمل. دلوقتي بقول لك a lens was placed in the path of the sun rays. بص جميل قوي. تعالى نرجع كده للوايت بورد وندندن كده سوا مع بعض. دلوقتي انا اول لما اشوف كلمه sun rays ان انا حطيت اي بقى مرايه، اي لينس قدام الصن، هستنتج حاجه من الاثنين. بص، اول حاجه ان الايمج على طول هتطلع فين؟ هتطلع عند الفوكس. بمعنى يعني انا دلوقتي اول لما اقول لك ان انا حطيت مثلا الاوبجكت او بلاش الاوبجكت، دلوقتي انا حطيت مثلا المرايه قدام الصن، اتفقنا؟ الايمج اللي هتطلع مثلا قلت لك عند مسافه 3، يبقى على طول الفوكال لينس ب 3. قلت لك مثلا انا حطيتها عند الصن والايمج طلعت على مسافه 15 مثلا، يبقى على طول هو ده الفوكال لينس، اتفقنا؟ طيب طب البروبرتيز بقى بتاعت الايمج دايما اللي بتبقى طالعه نتيجه الصن دي طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى very small، وكمان بتبقى real، اتفقنا؟ تعال نرجع بقى كده ونشوف السؤال بتاعنا. طيب بقول لك and a very small real image of the sun was formed at a distance of 15 سنتيمتر. جميل قوي. دلوقتي دي ما بفكركش في حاجه انا لسه قايلها لك دلوقتي حالا. قلت لك دلوقتي انا اول لما اقول لك ان انا حطيت مثلا اللينس او المرايه قدام الصن، قلت لك وايمج اتكونت على مسافه كذا، يبقى على طول المسافه دي مين؟ دي من غير ما تفكر دي الفوكال لينس. جميل، يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاف ب 15 والراديوس بكام؟ ب 30. تعال نكمل. دلوقتي بقول لك from the optical center of the lens if the same lens is used to obtain a virtual magnified upright. معنى كلمة virtual magnified upright احنا لسه قايلينها، ده معناه ان انت تبقى واقف عند مسافة اقل من الفوكال لينس، واحنا لسه متفقين الفوكال لينس بكام؟ ب 15. يعني انا دلوقتي عايز اوقف الاوبجكت عند مسافة اقل من ال 15، بمعنى يعني اي رقم تحت ال 15 هو ده الصح. تعال نشوف كده. دلوقتي بقول لك 17 مش اقل من ال 15. 5 طبعا جميل، ده اقل من ال 15. 15 بالظبط ده معناه ان انا وقفت على الفوكس، ده معناه ان نو ايمج فورمد، ده غلط. طب 13 ده معناه ان انا وقفت عند السنتر وهطلع صوره ايكوال، والكلام ده مش هو اللي طلب. طيب تعال نكمل. دلوقتي بقول لك a convex lens was placed in the path of the sun rays and a dimension image of the sun was formed at a distance of 5 سنتيمتر. تحفه. دلوقتي احنا اتفقنا طالما انا واقف عند الشمس وقلت لك ان في ايمج اتكونت على مسافه، يبقى على طول المسافه اللي طلعت معايا دي هي مين؟ هي الفوكال لينس، اتفقنا؟ فانا فهمته ان هو كده في ايمج اتكونت على مسافه 5 سنتيمتر، يبقى الفوكال لينس ب 5. تعال نكمل. طيب بعد كده بقول لك therefore the focal length equal. طيب خلاص انا فهمتها، يبقى الفوكال لينس ب 5، احنا لسه كاتبينها اصلا. تعال نكمل. دلوقتي عن اوبجكت سنتيمتر لونج، لما اجي اقول لك دلوقتي ان الاوبجكت طوله كذا، ده اقصد اللي هو حجم الاوبجكت نفسه، ملوش اي علاقه بالمرايه، اتفقنا؟ انا ممكن استنتج من اللينس ده بس حاجه واحده بس. لو انا جيت قلت لك مثلا ان الاوبجكت كان طوله 5 سنتيمتر، تمام؟ وقلت لك مثلا ان الايمج بتاعته بقت ب 10، طب هو كان 5 بقى 10، ده معناه ان الصوره بقت كده ايه؟ انلارجد، يعني ايه اتكبرت؟ ده معناه ان انت كده واقف ما بين مثلا السنتر والفوكس. جيت قلت لك مثلا انت طولك 5، جميل، وقلت لك ان الايمج بتاعتك طلعت 5 هي كمان، ده معناه ان انت واقف عند السنتر. فهي اوقات بتفيدنا، تمام، بس تخلي بالك وانت بتستخدمها، اتفقنا؟ طيب دلوقتي انا بقول لك طول الاوبجكت 3 سنتيمتر، واقف قدام كونفكس لينس، وقلت لك ان الفوكال لينس بتاعها ب 4 زي ما اتعودنا. ادي كده الفوكس ب 4 على جنب بس عشان ايه ما ننساش. ده معناه طبعا ان الراديوس بكام؟ ب 8. طيب قلت لك and the dimension image was formed an object is located at a distance of 0 centimeter from the optical lens. طيب احنا اتفقنا دلوقتي عشان اكون صوره دايمنشن او صوره صغيره،
اتفقنا؟ ده معناه ان انا لازم ابقى واقف عند مسافه اكبر من دبل الفوكال لينس. بمعنى ادي ده شكل اللينس بتاعتك، اتفقنا؟ ادي السنتر اهو، انت لازم تبقى واقف على مسافه اكبر من دبل الفوكال لينس، يعني تبقى واقف بعد السنتر كده. بمعنى يعني انت دلوقتي عندك السنتر عند 8 سنتيمتر، انت عايز تقف عند حاجه اكبر من ال 8. تمام؟ بص كده على الارقام هتلاقي مفيش غير رقم واحد بس هو اللي اكبر من 8، اللي هو كام؟ ال 9. اتفقنا؟ تعال نكمل، اديني بس ثانيه واحده، ثانيه واحده. طيب تعال نكمل، خلاص جيت ما اتاخرتش، طلعت ثانيه بجد. دلوقتي بقول لك an object is placed at a distance of 10 cm from the optical center. طيب and the dimension read image is formed. طيب جميل قوي، معنى ان انا كده واقف عند مسافه 10 سنتيمتر وطلعت صوره دايمنشن، يعني انا واقف بعد السنتر. بقول لك when the object is moved 4 سنتيمتر toward the lens. طيب ماشي، تعال نرسم عشان اتخيل. دلوقتي ادي اللينس اهي، انت واقف هنا كده عند مسافه 10 سنتيمتر. قلت لك ان انت هتتحرك 4 سم ناحيه المرايه. تمام؟ يعني انت كده هتماينس ال 10 من ال 4، ال 4 من ال 10 سوري، هتطلع معاك انت كده واقف عند كام؟ عند 6 سنتيمتر. طيب انا قلت لك اصلا لما انت اتحركت الاربعه دول في صوره ايكوال ظهرت، واتفقنا طالما الايمج طلعت ايكوال يبقى انت كده وقفت فين؟ عند السنتر. يعني انا دلوقتي لما اتحركت 4 سم انا بقيت واقف عند السنتر. طيب بقول لك ده معناه ان الفوكال لينس بكام؟ طب خلاص انا فهمت، احنا لسه قايلين ان الراديوس عند 6 والفوكس طبعا احنا اتفقنا ان هو نص الراديوس. بمعنى يعني هتقوم قايل 6 over 2 فتطلع معاك ب 3 سنتيمتر. طيب سؤال رقم 14 بقول لك a convex lens has a focal length 50 سنتيمتر. جميل، تعالى نقول اهو ادي الفوكس ب 50. بقول لك an object is placed at a distance of 80 سنتيمتر from a convex lens and an image of its formed at a distance of 0. طيب لحظه واحده بس، دلوقتي انا بقول لك ان انا هحط الاوبجكت عند مسافه 80. تعال نرسم عشان اتخيل. ادي اللينس اهي، وقلت لك انا حطيت ادي مثلا السنتر وادي الفوكس. طبعا احنا فهمنا ان الفوكس عند 50 سنتيمتر اهو، والسنتر عنده 100. اتفقنا؟ انا بقول لك انت وقفت عند مسافه 80. ال 80 دي طبعا ما بين السنتر والايه؟ والفوكس. فانت لما تيجي ترسم كده طبعا هتلاقي ان انت اللهم صل على سيدنا محمد الانترسكشن بتاعك طلع بعد الايه؟ طلع بعد السنتر. اتفقنا؟ بعد السنتر ده اللي هو على مسافه كام؟ السنتر اتفقنا عنده 100. ده معناه ان الايمج بتاعتك هتطلع عند مسافه اكبر من ال 100 اللي هي كام بقى؟ تعالى نشوف. greater than 100 سنتيمتر اهي. اتفقنا؟ هو عايز يعرف الايمج هتتكون فين. دلوقتي بما اني وقفت ما بين السنتر والفوكس، اتفقنا؟ ده معناه ان الايمج بتاعتي هتطلع بعد السنتر. فانا رسمت رسمه وهميه كده ان الايمج بعد السنتر. تمام؟ السنتر عنده 100 يعني الايمج هتطلع عند مسافه اكبر من ال 100. تمام؟ تعال نكمل. دلوقتي بقول لك all the following، بس نتاكد ان هي بتصور. طيب الحمد لله. طيب دلوقتي بقول لك all the following are properties of a convex lens except. طيب احنا اتفقنا يعني علشان دايما اقدر ان انا احل اي حاجه لازم تبقى قدامي، يعني بس عشان ما اتلخبطش. دلوقتي انا عندي ادي ده شكل الكونفكس لينس. طيب دلوقتي احنا اتفقنا اي لينس في الدنيا لازم تبقى ترانسبيرنت وفي نفس الوقت تبقى كلير عشان تقدر تعمل ريفراكشن لللايت. اتفقنا؟ طيب خلي بالك ان هو قايل لي هناك اكسبت، ما تتلخبطش. دلوقتي انا بقول لك هي ترانسبيرنت ميديوم ذات ريفراكت لايت، طبعا الكلام ده صح، يبقى انا مش هختاره لان هو قال لي اكسبت. بقول لك هي سيك من الميدل. بص كده، طبعا الكونفكس لينس سيك من عند الميدل وسن من عند التبس اللي هي الاطراف. طيب الكونفكس لينس طبعا كان من ضمن البروبرتيز بتاعتها ان اول لما البارل اللايت بينزل عليها بيحصل له ريفراكت ان 1 بوينت. فكنا بنقول الخاصيه دي اسمها ايه؟ اسمها كونفيرج. انا مش عارف هو علق ليه بس ماشي. اسمها كونفيرج او كولكت، ان هو بيجمع الضوء في نقطه واحده. فانا هنا بقول لك ان هو بيعمل دايفيرج، فطبعا الكلام ده غلط، فهي دي الاجابه. تمام؟ تعال نكمل. بقول لك if a lighted candle is placed at a distance of 25 cm in front of a concave mirror. تمام؟ انا اتحطيت عند مسافه 25 سم من concave mirror. It forms an upright image. خلي بالك، معنى ان انا واقف قدام
كونكيف ميرور وطلعت ابرايت ايمج، ده معناه ان انا واقف عند مسافه اقل من الفوكال لينس. اتفقنا؟ طيب بقول لك if the focal length of the mirror is less than 25 cm the image of the candle is formed نقط mirror. تمام، تعال نشوف. طيب دلوقتي انا بقول لك انا لما كنت واقف عند مسافه 25 طلعت صوره ايه؟ ابرايت. اتفقنا؟ واتفقنا ان ده كده انا واقف عند مسافه اقل من ايه؟ من الفوكال لينس. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ده معناه الايمج بتاعتك هتطلع فين؟ بما اني واقف طبعا هنا، لما تيجي ترسم الرسم هتلاقي ان الايمج بتاعتك طلعت ورا الايه؟ ورا المرايه، هتبقى طبعا behind ايه؟ the mirror. بس خلي بالك ان ده مش الطلب بتاعه، انا دلوقتي بقول لك لو نفترض ان الفوكال لينس بقى اقل من 25، بمعنى يعني انت كده هتلغي الكلام ده. تمام؟ ده معناه ان انت دلوقتي بقى الفوكال لينس هو الاول وبعد كده الاوبجكت. اتفقنا؟ هو يقصد ان احنا حركنا الفوكس يعني. تمام؟ طيب بما اني دلوقتي بقيت واقف مثلا ما بين الفوكس والسنتر، فده معناه ان انا هرسم عادي جدا والاقي ان الايمج مثلا طلعت هنا. فده طبعا in front of mirror. تبقى الاجابه ايه؟ طيب بقول لك a lighted candle is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror with a focal length. بص يعني انا اخدت بالي منها، بس انا مش عارف تاخد بالك منها ولا لا. بص انا قلت لك ايه؟ convex mirror. احنا اتفقنا الكونفكس ميرور ما بتعتمدش على البوزيشن اوف اوبجكت، ان شاء الله يكون قاعد فوق المرايه. اتفقنا؟ قلت لك البروبرتيز بتاعتها دايما ثابته، واللي هي فيرتشوال ابرايت ودايمنشن. فتعالى نختار من غير ما اكمل السلايد ومن غير ما اقرا اي حاجه، تبقى طبعا فيرتشوال وايه؟ ودايمنشن. عامة انت لو انت بتتلخبط مثلا في البروبرتيز او الرسومات او الكلام ده، البوستر هيبقى لمم لك الدنيا جدا يعني. بص اهو هتلاقي هنا كل رسمه والبروبرتيز بتاعتها جنبها بطريقه منظمه كده ولطيفه، ان شاء الله تقدر تساعدك. اتفقنا؟ يعني انت حتى اهو ادي الكونفكس ميرور، احنا اتفقنا ان البروبرتيز بتاعتها دايما ثابته، اللي هو فيرتشوال وابرايت وايه؟ ودايمنشن. لو نزلت تحت كده زي الشاطر هتلاقي الايه؟ هتلاقي اللينس. تمام؟ او حتى الرسمه بتاعت الكونكيف لينس اهي. اتفقنا؟ فان شاء الله كده تكون الدنيا لطيفه معاك وانت بتذاكر من البوستر يعني. طيب تعال نكمل. سؤال رقم 18 بقول لك نشوى stood halfway between a plane mirror and a concave mirror. اتفقت معاك مسائل زي دي ما ينفعش ان انت تبقى راسم الدنيا في دماغك، قلت لك خلي دايما عينك شايفه اللي انت بتقراه. بمعنى دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عندنا في شخص اسمه نشوى. تمام؟ الست دي واقفه ما بين مرايتين، ما بين بلين ميرور وكونكيف ميرور. طيب ادي الكونكيف ميرور اهو وادي البلين ميرور اهو. اتفقنا؟ قلت لك خلي بالك ان هي واقفه في الميد ديستانس، يعني المسافه هنا قد المسافه هنا. اتفقنا؟ تعال نكمل. قلت لك ان احنا عندنا في تو ايمج اتكونوا، واحده ايكوال والثانيه خلي بالك بص هنا انا بقول لك ان احنا عندنا التو ايمج اللي اتكونوا الاثنين ايه؟ الاثنين ايكوال، بس واحده فيهم ابرايت والثانيه ايه؟ انفيرتد. طيب البلين ميرور عمرها ما تطلع صوره انفيرتد. اتفقنا؟ فطبعا انا كده عرفت مين اللي طلع الصوره الانفيرتد؟ الكونكيف ميرور. اتفقنا؟ واللي طلع الصوره ايكوال وابرايت هو مين؟ البلين ميرور. تمام؟ طيب بقول لك the distance between the two images is 200 سنتيمتر. تمام؟ قلت لك ان الفوكال لينس بتاع الكونكيف، عايز اعرف الكونكيف الفوكال لينس بتاع الكونكيف ميرور بكام. طيب انا قلت لك هنا معلومه قيمه، مش عارف انت خدت بالك منها ولا لا. قلت لك ان انا واقف، ان انا الصوره طلعت معايا ايه؟ ايكوال. ده معناه ان انا واقف كده على السنتر، يعني انا هقوم عامل هنا سنتر. اتفقنا؟ ده معناه ان انا عندي ان الايمج بتاعتي هتتكون فين؟ تحت تحت الاوبجكت على طول، وده معناه ان الايمج بتاعت البلين ميرور هتطلع الناحيه الثانيه كده. طيب وانا قلت لك ان المسافه دي كلها ب 200. طيب حلو قوي. واحنا اتفقنا ان المسافه ما بين الاوبجكت والمرايه هي نفس المسافه اللي ما بين المرايه والايه؟ والايمج. يعني دي لو ب 100 فدي كمان بكام؟ ب 100. طيب من اول هنا لغايه هنا دي كلها ب 100. خلي بالك ان ده كده راديوس. طب انا عايز نص المسافه اللي هي الفوكس بكام؟ هتبقى طبعا ب 50 سنتيمتر اهي. طبعا سؤال فيه فكره يعني.
المفروض بقى ان احنا خلاص سؤال زي ده، يعني احنا الفكره دي تالت مره ولا رابع مره تيجي. دلوقتي بقول لك انا عندي كونكيف ميرور اتحطت قدام السان ريز، يبقى احنا اتفقنا الايمج اللي هتتكون عند الايه؟ عند الفوكس. طيب قلت لك ان انا عندي في ايمج فورم ده اهي، عندي كام؟ عندي 15 سنتيمتر، وانا عندي طبعا كده الاف ايكوال كام؟ ايكوال 15. طيب بقول لك if the same concave mirror is used to obtain a real inverted image the object must be placed at a distance. المفروض ان طبعا يعرفك هي اذا كانت dimension ولا equal ولا هكذا يعني. فاحنا هنا هنزود بس كلمه equal عندك في الملزمه وانت بتذاكر. طيب دلوقتي انا علشان اطلع صوره equal لازم يبقى الاوبجكت واقف فين؟ لازم يبقى واقف طبعا عند السنتر. طيب والسنتر ده طبعا اللي هو طول الايه؟ طول الراديوس. بما ان الفوكال لينس 15 فانا عارف ان الراديوس كده بيساوي 2f اللي هو 2 باي 15، هتطلع معاك بكام؟ ب 30. تمام؟ تعالى نكمل. طيب بقول لك an object was placed at a distance of 8 cm from the pole of a mirror and the dimensioned real image was formed. طيب جميل. دلوقتي لو انا واقف عند مسافه 8 صوره dimension اتكونت، ده معناه ان انا واقف بعد السنتر. when the object moved another distance of 2 cm toward the mirror. طيب احنا اتفقنا على الحاجات اللي زي كده لازم ارسمها. تعالى نرسم. دلوقتي انت كنت واقف عند 8 والصوره كانت دايمنشن، اتحركت 2 سم ناحيه المرايه، فده معناه دلوقتي ان انت واقف عند مسافه كام؟ عند 6 سم. قلت لك بص تعالى نكمل. قلت لك انت لما اتحركت 2 سم في صوره ايكوال طلعت، يبقى انت كده واقف فين يا صاحبي؟ واقف كده عند السنتر. جميل. يعني انا كده خلاص استنتجت ان الراديوس بكام؟ ب 6 والفوكس بكام؟ بنص الراديوس اللي هو نص ال 6 هتطلع معاك بكام؟ ب 3. هو طالب منك الفوكال لينس بكام؟ فانت هتقول له طبعا 3 سنتيمتر. طيب انا لسه قايل لك كده من شويه ان احنا عندنا المرايه اللي بتستخدم في الكشافات دايما هي مين؟ طبعا هي الكونكيف ميرور. فانا دلوقتي بقول لك الميرورز ار يوزد ان اوتوموتيف فرونت لاب. الاوتوموتيف ده اللي هو يقصد بيه العربيات، الكارز. طيب الكشافات بتاعت العربيه من قدام دي طبعا ايه؟ دي طبعا كونكيف ميرور. طيب بقول لك الكونكيف ميرور is placed in the path of the sun rays. جميل. يبقى اكيد طبعا الايمج اللي هتتكون فين؟ هتتكون عند الفوكس، يبقى ال 15 دي من غير. شفت يا عم؟ ادي الكاميرا عملتها. طلع كل ده انا بحل وما بسجلش. ماشي مش مهم. تعالى نعيد السؤال ده من الاول. دلوقتي زي ما قلت لك احنا كنا بنقول ان احنا عندنا كونكيف ميرور واحنا حطيناه قدام الشمس، واحنا اتفقنا خلاص انا حطيت كونكيف ميرور كونفكس لينس قدام الشمس، يبقى الايمج اللي هتطلع هتبقى واقفه فين؟ عند الفوكس. طيب فانا دلوقتي قلت لك ان في صوره اتكونت عند 15 سنتيمتر، يبقى على طول ده مين؟ ده الفوكال لينس. بعد كده بقول لك نفس المرايه انا عايز استخدمها عشان اطلع صوره ابرايت ماجنيفايد وفيرجن، واحنا اتفقنا علشان اطلع الثلاثه دول لازم ابقى واقف عند مسافه اقل من الفوكال لينس. يا جدع والله لو انت قلتها انت راجل محترم، لان احنا عدنا بتاع 10 مرات لغايه دلوقتي. طيب يعني انا دلوقتي لازم ابقى واقف عند مسافه اقل من ال 15. مين في دول الرقم الوحيد اللي اقل من 15؟ هي طبعا التاني. سؤال رقم 23 دلوقتي بقول لك احنا عندنا اوبجكت طوله 1 سنتيمتر اتحط عند مسافه 4 سنتيمتر من ميرور، وبقول لك هو كون ابرايت ايمج وكمان اللينس بتاعها 3 سنتيمتر. جميل. هو ده اللي انا كنت بكلمك عليه من شويه، ان انا ابقى مديك اللينس بتاع الاوبجكت 1 واقول لك مثلا ان الايمج بقت 3. يعني هو كان واحد كان صغير كده بقى 3 وكبير كده، فده طبعا معناه ان هو بقى ايه؟ بقى ماجنيفايد. طيب بقول لك what type of mirror is used in this case. خلي بالك بقى احنا عندنا الكونفكس ميرور دايما ودي حاجه ثابته بتطلع صوره ايه؟ بتطلع صوره دايمنشن، ما بتطلعش صور كبيره ابدا. المرايه الوحيده اللي بتطلع صور كبيره هي مين؟ حتى البلاي ميرور ما بتطلعش صور كبيره، الوحيده اللي بتطلع هي الكونكيف ميرور. طيب فتعال نشوف الاختيارات. دلوقتي بقول لك هي كونفكس ميرور فطبعا غلط. بقول لك هي فلات ميرور لا يقصد بلين فطبعا برضو غلط. كونكيف ميرور او كونكيف ميرور. تعال نشوف نكمل. طيب دلوقتي انا بقول لك what type of mirror is used in this case. ماشي. هو قال لك ان احنا كنا واقفين عند مسافه 4 وطلع صوره ماجنيفاي، ده معناه ان انا واقف عند مسافه يا اما اقل من الفوكال لينس يا اما واقف ما بين الفوكس والسنتر. اتفقنا؟ طيب بقول لك دلوقتي ده معناه ان الراديوس بفور
طبعا ما ينفعش يبقى الراديوس بفور، لو الراديوس بفور هيطلع الصوره ايكوال، فطبعا الكلام ده ايه غلط. انا عايز حاجه يا اما اكون واقف ما بين الفوكس والسنتر، يا اما ابقى واقف فين؟ واقف قبل السنتر، سوري قبل الفوكس. فانا عندي لو فعلا الراديوس ب 12 فده معناه ان انا كنت واقف عند 4 اللي هو اصغر من الفوكال لينس، ده معناه ان هنا يعني ان الفوكال لينس ب 6. فطبعا هتبقى الاجابه دي. دلوقتي بقول لك an object of length 10 cm is placed in front of a concave mirror with a focal length 50 cm. جميل، يعني دلوقتي عندي object طوله 10 واقف عند concave mirror وقلت لك ان الفوكال لينس بتاعها ب 50. طيب معنى ان الفوكس ب 50 او الفوكال لينس ب 50 يبقى الراديوس بكام؟ ب 100. تعال نكمل. creating an inverted image of length 20 cm. حلو قوي، يعني انا كان طولي 10 بقى طولي كام؟ 20. ده معناه ان برضو نفس فكره اللي فوق، كان حجمه صغير بقى حجمه كبير. ده طبعا كده ايه؟ طبعا بقت الصوره ماجنيفايد. عامه النهارده يعني احنا المفروض انا دلوقتي كنت يوم الثلاث الساعه 11:30 بصور، دلوقتي احنا يوم الاربع حاليا دلوقتي الساعه 12:15. يعني انا بدات سنه جديده معاك اهو، اتفقنا؟ يعني كل الناس بره هايصه علشان السنه الجديده وانا بسجل لك مش تعرف. بس والله انا بتعب قدامك، بتعب عشانك على قد ايه. فيعني خلي عندك دم وذاكر بقى. انا مش بذلك والله ما بذلك، بس يعني انا بفكرك ان انت تخلي عندك دم وما تكسلش، وخلي عندك دم تاني، وما تستناش لغايه لما الساعه تبقى 1 علشان تبدا. عادي ممكن تبدا مثلا الساعه 12:30 ودقيقتين عادي، مش شرط توصل ل1 عشان تبدا. مش لازم تستنى لبكره عشان تشتري القلم اللي بتحبه. قوم يا ابويا ابدا، قوم مش ناقصه كسل. تعال نكمل. دلوقتي زي ما قلت لك انا عندي دلوقتي كده الفوكال لينس 50 والراديوس بكام؟ ب 100. وزي ما احنا اتفقنا انا كده بما ان الايمج طلعت كبيره فهي كده ماجنيفايد. يبقى ده انا كده عندي حل من الاثنين، يا اما انا واقف ما بين الفوكس والسنتر، يا اما واقف قبل ايه؟ الفوكال لينس. What is the possible distance between the object and the mirror؟ جميل قوي. زي ما قلت لك يا اما ابقى، طب استنى اكيد ليها حل. بص اهو دي خرجتنا من المأزق شويه. زي ما قلت لك انا عندي صوره كمان طلعت انفيرتد. معنى ان هي انفيرتد ان انا كده مش هينفع ابقى واقف قبل الفوكال لينس، لان لو انا واقف قبل الفوكال لينس هطلع فيرشوال ابرايت وماجنيفايد، مفيش انفيرتد. لكن لو انا واقف ما بين الفوكس والسنتر هطلع ايه؟ ريل انفيرتد ماجنيفايد. فهو ده اللي انا عايزه. فده معناه ان انا عايز الاوبجكت واقف ما بين الفوكس والسنتر. طب الفوكس ب 50 والراديوس ب 100، يعني انا عايز حاجه ما بينهم هما الاثنين. مين الرقم الوحيد اللي ينفع يتحط ما بين ال 100 وال 50؟ هو طبعا ال 75. عفوا معلش انا اسف. دلوقتي بقول لك في سؤال 25 an object is located 10 cm from a concave mirror and an inverted true image of the object is formed. If the object moves toward the mirror at a distance of 3 cm an image node is formed. معنى كلمة true image إن هي real و equal، اتفقنا؟ طيب دلوقتي هي كانت true image زي ما هو ما قال، وهو هيبدأ يتحرك 3 سم. طيب دلوقتي أنا واقف عند السنتر، اتفقنا؟ وكنت قلت لك ان انا كده عند مسافه 10، اتفقنا؟ خلي بالك ان كده الفوكس عند 5، لان طبعا ان الفوكس نص الايه؟ نص الراديوس. طيب دلوقتي انا قلت لك انا هتحرك مسافه 3 سم كده، فده معناه ان هبقى واقف ما بين ايه؟ ما بين الفوكس والسنتر. طيب كده البروبرتيز بتاعتي هتبقى ايه؟ تبقى ريل انفيرتد وايه؟ وماجنيفايد، فتبقى الاجابه بي. سؤال 26 دلوقتي بقول لك a concave mirror has a radius of curvature 50 سم. طيب الراديوس ب 50 يبقى على طول الفوكال لينس بكام؟ ب 25. بقول لك the object is placed at a distance نقط until a virtual upright magnified. جميل. تاني يبقى احنا اتفقنا عشان اطلع virtual وابرايت وماجنيفايد لازم ابقى واقف مع ايه؟ واقف قبل الفوكال لينس، اتفقنا؟ يعني انا عايز ابقى واقف عند مسافه اصغر من كام؟ من ال 25. مين في دول اصغر من ال 25؟ مفيش غير ال 12. السؤال اللي بعد بقول لك place note to the left and right of the car driver. طيب احنا كان عندنا من ضمن استخدامات الكونفكس ميرور ان هي كانت بتتحط على يمين وشمال العربيات اللي هي المرايات اللي في الجنبين، طبعا علشان كانت تطلع صوره ايه؟ مصغره للطريق، صوره واسعه كده وصغيره للطريق، اتفقنا؟ فطبعا دي من ضمن استخدامات الكونفكس ميرور. وده سؤال طبعا بيعتمد على ايه؟ على الحفظ.
سؤال 28 دلوقتي بقول لك if an object is placed in front of a concave mirror with a focal length كذا its image is formed at a distance of 20 cm from the mirror. This means that the object is located at a distance centimeter from the mirror. طيب دلوقتي انا بقول لك ان الفوكال لينس ب 8 تمام. ده معناه يبقى الراديوس بكام؟ 16. دلوقتي انا بقول لك ان الايمج اتكونت على بعد 20 سنتيمتر بمعنى يعني ادي المرايه اهي وادي السنتر وادي الفوكس. بقول لك ان الايمج اتكونت هنا اتكونت بعد السنتر يبقى ده معناه ان الاوبجكت كان فين؟ كان ما بين الفوكس والسنتر. اتفقنا؟ يعني انا كده واقف عند مسافه ما بين ال 8 والايه؟ وال 16. عايز رقم ما بين ال 8 وال 16 فاني واحده؟ فتبقى طبعا greater than 8 and less than 20. السؤال اللي بعد كده بقول لك a spherical mirror forms a 5 cm real image of a 15 cm object. طيب دلوقتي المره دي انا بقول لك ان الاوبجكت كان طوله 15 بقى 5. طبعا طلع صوره ايه؟ طلع صوره دايمنشن. اتفقنا؟ طيب تعال نكمل. بقول لك place the distance 20 cm from it. The possible focal length of this mirror is. طيب دلوقتي انا بقول لك هو كان واقف عند مسافه 20 وهو كان واقف كمان بعد السنتر. طيب انا عايز اعرف الفوكال لينس بكام. انا دلوقتي لو جيت مثلا قسمت ال 20 ده معناه ان انا هبقى كده مثلا عند 10. طيب ده معناه ان الفوكال لينس رقم اصغر من كام؟ رقم اصغر من 10 لان انا طول ما انا ماشي كده بقل. اتفقنا؟ مين في دول الرقم الاصغر من 10؟ هيبقى طبعا الايه؟ ال8. تاني دلوقتي زي ما قلت لك انا واقف عند مسافه ايه؟ عند مسافه 20 سنتيمتر وهو قال لك ان انا كونت صوره دايمنشن فده معناه ان انا واقف بعد السن. جميل؟ طيب قلت لك تعالى نجرب نقسم ال 20 دي فطلع معايا ان الاوبجكت ان الرقم كام؟ تاني والتاني دي قبل الفوكس بعد الفوكس بشويه. فانا لو جيت قسمتها لو جيت بقى بصيت كده على الفوكال لينس هلاقي ان هي مسافه اصغر من كام؟ اصغر من التاني. طبعا والله مش مركز شويه يعني عندي حساسيه والله ومبهدلاني جدا لان ربنا يشفيني كده. فهي كل ما اتكلم كده شويه احس ان انا محتاج اكحه وكده فادعي لي كده ربنا ييسر لي الدنيا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك if an object is placed at a distance of 35 cm from a concave mirror with a radius of curvature of 40 cm. طيب دلوقتي انا بقول لك ان الراديوس ب 40 يبقى الفوكس بكام؟ ب 20. اتفقنا؟ دلوقتي انا بقول لك انا محطوط عند مسافه 35 يبقى انا كده طبعا ما بين الفوكس والايه؟ والراديوس يبقى البروبرتيز بتاعتي هتطلع ريل انفيرتد وايه؟ وماجنيفايد اللي هي تبقى الاجابه دي. اتفقنا؟ وصل للتشوز. تعالى نحل لنا كام بروبلم كده عشان نختم الايه؟ الفيديو. انا بس اتاكد ان احنا بنصور. طيب دلوقتي انا بقول لك ايه؟ بقول لك from the opposite figure in which of the positions 1 to 4 is appropriate to position the object so that upright, magnified and version. عايز اطلع صوره upright وماجنيفايد وفيرشن. اتفقنا الثلاثه دول لازم ابقى واقف عند مسافه اصغر من الفوكال لينس. هنا انا واقف بعد السنتر فهنا هطلع صوره دايمنشن مش عايز. واقف على الفوكس فمش هطلع صوره اصلا. واقف على السنتر فهطلع صوره ايه؟ ايكوال. فطبعا الوحيده اللي هتطلع الكلام ده هي مين؟ هو بوزيشن 1. بس هو ده كل اللي طلع. تعال نكمل. دلوقتي بقول لك in the opposite figure an object is placed midway between convex lens والفوكال لينس بتاعها ب 6. طيب دلوقتي انا بقول لك انا هنا واقف عند مسافه 12 والفوكال لينس ب 6. اتفقنا؟ يبقى انا كده واقف فين؟ انا واقف عند السنتر. تعال نكمل. بقول لك describe the properties of the image formed by a convex lens. طب انا دلوقتي واقف عند السنتر ده اللي انا فهمته يبقى البروبرتيز على طول ايه؟ هتبقى طبعا ريل هتبقى inverted وتالت حاجه هتبقى magnified. اتفقنا؟ طيب تعال نكمل. سؤال رقم 3 بقول لك when an object is placed at a distance of 12 cm from the optical center of the convex lens قلت لك كونت real magnified inverted. معنى ان انا واقف عند احنا حلينا السؤال ده اصلا يعني بالتالي السؤال ده كان موجود في التشوز. ده هو
دلوقتي ده نفس السؤال اللي انا كنت بقول لك ان ادي اللينس وانا واقف عند مسافه 12 كانت الصوره ماجنيفايد، لما كنت واقف عند مسافه 14 كانت الصوره دايمنشن. قلت لك كان مين اللي في النص ما بينهم؟ كان السنتر. لو تفتكر برضو كنا غيرنا اللون كده وقلت لك ده معناه ان السنتر ما بين ال 12 وال 14 اللي هو الراديوس كده يعتبر بكام؟ قلت لك approximately ب 13. اتفقنا؟ قلت لك كده الفوكال لينس كان ايكوال 13 divided 2 فتطلع معاك ب 6.5. تعال نكمل. بليف خلص ولا ايه؟ لا يا عم لسه والله ما بارك، لسه حبة اهو. يا ده لسه كتير. يعني هما بالظبط 14 سؤال يا عم، هاني تاني خلاص. اتمنى انت ما كنتش زهقت مني بس. طيب تعال نكمل. سؤال رقم 4 بقول لك put an object at a distance 10 cm from the optical center of lens and the dimension image are formed and when the object moves 4 cm. طيب عايز اعرف الفوكال لينس بكام. دلوقتي انا قلت لك ان احنا عندنا اوبجكت واقف عند مسافه 10 سم. اتفقنا؟ قلت لك ان هو طلع صوره دايمنشن. اتفقنا؟ لما اتحرك 4 سم طلعت معايا صوره ايه؟ طيب ادي اللينس اهي. اتفقنا؟ انا كنت واقف هنا عند مسافه 10 كانت الصوره دايمنشن، فده معناه ان انا كنت واقف ايه؟ بعد السنتر. طيب دلوقتي انا بقول لك اتحركت 4 سم لقيت ان انا طلعت صوره ايكوال، يبقى انا كده وقفت فين؟ وقفت عند السنتر. طيب انا لو جيت عملت 10 ماينس 4 فتطلع معاك كده ان الريديوس بكام؟ ب 6. هو عايز يعرف الفوكال لينس بكام، فيبقى طبعا كده نص ال 6 اللي هو 6 اوفر 2 فتطلع معاك ب 3 سنتيمتر. An object of length كذا is 8 سنتيمتر away from a concave mirror، واقف على مسافة 8 والفوكال لينس ب 4. طيب من غير ما اكمل، دلوقتي انا عندي الفوكال لينس ب 4 يبقى الراديوس ب 8، يبقى الاوبجكت ده كده واقف فين؟ واقف على السنتر. اتفقنا؟ بقول لك ارسم وعايز اعرف اللينس اوف ذا اوبجكت. طيب تعالى بس نجاوب على الحاجات دي بعد ما نرسم. طيب دلوقتي انا هقوم راسم مرايه كده، الموضوع بسيط جدا. وادي السنتر وادي الفوكس. طبعا الناس اللي مش عارفه احنا جبنا البوزيشن اوف اوبجكت ازاي كالتالي اهو. قلت لك ان هو واقف عند مسافه 8 وقلت لك ان الفوكال لينس ب 4. طب تعالى نعملها بالارقام. ادي هنا 4 اهو وادي هنا 8 وهو قال لك عند 8 الاوبجكت هيطلع. اتفقنا؟ بس نمسح بقى الحته دي كده علشان اعرف ايه نرسم. طيب زي ما قلت لك هو واقف عند مسافه 8 اللي هو عند ايه؟ عند السنتر. تمام؟ هحاول اعملها لك بدون تاني علشان برضو لو انت مش بتعرف ترسم تبقى اديني براجع لك اهو. دلوقتي احنا هناخد خط يبقى بارلل كده ويخبط في المرايه، وخط تاني يقطع مين؟ يقطع الفوكس. الخط اللي خبط في المرايه ده طبعا هيحصل له ريفليكشن ويتعكس على ايه؟ على الفوكس. اتفقنا؟ والخط اللي خبط في المرايه ده هينزل بارلل كده ويحصل له انترسكشن تحت الايه؟ تحت السنتر. طبعا انت بمسطرتك والدنيا تبقى جميله معاك كده وتطلعها بشكل احسن من ده، عشان انا بس مش متعود ارسم على الشاشه وكده. طيب دلوقتي انا عندي الصوره هنا هتطلع ايه؟ هتطلع ريل وانفرتد وكمان ايه؟ وكمان ايكوال. معنى ان الصوره هتطلع ايكوال يعني نفس الطول بتاع الاوبجكت هو نفس الطول بتاع الايه؟ بتاع الايمج. انا دلوقتي بقول لك عايز اعرف اللينس اوف ايمج. طبعا اللينس اوف ايمج هنا هتبقى كام؟ هتبقى ايكوال 5. وبقول لك عايز اعرف الراديوس اوف كيرفيتشر. الراديوس احنا لسه قايلين عند كام؟ عند 8 سنتيمتر. دي هتبقى 5 سنتيمتر ودي هتبقى 8 سنتيمتر. طيب السؤال اللي بعده بقول لك a body of the lens 5 سنتيمتر. طيب طوله 5 is put at a distance of 8 سنتيمتر from a concave mirror its focal length 4. هو نفس السؤال؟ هو نفس السؤال بس بطريقة مختلفة يعني. ده هو بالظبط بس بطريقة مختلفة شوية. طيب هو نفس الإجابات، هتبقى نفس الرسمة ونفس الطول ونفس كل حاجة. اسكيب بقى. سؤال رقم 7 بيقول لك a concave mirror with a focal length 5 سنتيمتر and an object is placed at a distance of 3 سنتيمتر from the mirror. يعني هو كان الفوكال لينس ب 5 وهو اتحط عند مسافة كام؟ 3 سنتيمتر. يعني هو اتحط كده على مسافة أصغر من الفوكال لينس. عايزك determine the position of the formed image and its characteristics by drawing. طيب جميل. دلوقتي أنا لما أجي أرسم كده استنى برضو إيه أعملها بألوان مختلفة. أدي السنتر وأدي الفوكس والأوبجكت اتفقنا إن هو واقف عند مسافة أصغر من الفوكال لينس.
تعالى بقى نرسم بالاسم. طبعا اللايت راي هيخرج من الاوبجكت كده، يقطع ايه مره الفوكس، ومره تانية هيجي من عند السنتر كده ويخبط في الاوبجكت والايه والمرايه. طيب وناخد كده الاكستنشن اوف لايت، هتلاقي ان هو متجمع فين؟ متجمع behind the mirror. اتفقنا؟ هي دي شكل الرسم. طب هو عايز البروبرتيز. طبعا بما اني واقف عند مسافه اصغر من الفوكال لينز فهتبقى virtual upright وكمان ايه magnified. طيب بس خلاص كده مش طالب حاجه تاني. السؤال اللي بعده بيقول لك a concave mirror with a focal length 6 سم and object placed at a distance of 8 سم. طبعا دلوقتي عندي الفوكس ب 6 يبقى الراديوس ب 12، يبقى انا كده واقف ما بين الفوكس والايه والسنتر. عايزنا نرسم. طيب تعالى نفس الكلام اهو، ادي المرايه وادي السنتر وادي الفوكس. انا واقف ما بين الفوكس والايه والسنتر، لان احنا اتفقنا طبعا ان الفوكال لينس ب 6 والراديوس ب 12، فهو قال لك عند مسافه 8، فطبعا ال 8 دي ما بين ال 6 والايه وال 12. طيب نفس الكلام، بس انا اكبر لك شويه عشان حاسس ان انت عينك وجعتك اهو. طيب دلوقتي زي ما قلت لك اول حاجه هنعمل ايه؟ هيبقى في لايت راي هيخرج من الاوبجكت يخبط في الايه؟ يخبط في المرايه، ولايت راي يجي كده من الاوبجكت يقطع الفوكس. اتفقنا؟ اللايت راي اللي خبط في المرايه يحصل له ريفليكشن كده على الفوكس. اتفقنا؟ واللايت راي اللي خبط في المرايه ده يخرج ايه؟ يخرج بره. تمام؟ فتلاقي ان الانترسكشن جه بعد الايه؟ بعد السنتر كده. طب عايزين البروبرتيز هتبقى ريل، هتبقى انفيرتد، وبما انه واقف ما بين الفوكس والسنتر هتبقى ماجنيفايد. طالب حاجة هو تاني؟ طيب جميل. سؤال رقم 9. بس أكيد إن هي بتصور، أنا جالي تروما والله بسبب موضوع الكاميرا ده. دلوقتي بقول لك an object is spotted at a distance of 10 cm from a concave mirror its focal length is 4 cm. طيب دلوقتي إحنا عندنا أهو حط عند مسافة 10 سم والفوكال لينس ب 4. طيب ده معناه إن الراديوس بكام؟ الراديوس ب 8 لأن هو قال لي إن الفوكس ب 4. طيب تعالى نكمل. انا قلت لك ان هو محطوط عند مسافه 10، يعني هو كده واقف ورا السنتر. اتفقنا؟ طيب تعالى وعايزنا نرسم ونقول البروبرتيز. تعالى نرسم في الحته الفاضيه دي. تعالي بقى كده ما تبقيش كلح. بس كده مفيش. ادي المرايه اهي، ادي السنتر وادي الفوكس. قلت لك ان الاوبجكت واقف فين؟ واقف في ظهر السنتر كده. هات كده اللون الاسود. اتفقنا اول خط يخبط في المرايه كده، الخط الثاني يخرج من الاوبجكت على الفوكس، الخط الثالث يتعكس من المرايه على الفوكس كده. اتفقنا؟ طيب والخط الرابع قلت لك هيخرج بره كده وهيقطع الايه؟ الخط الثاني. فطبعا لو كده الايمج طلعت ما بين الفوكس والسنتر، والبروبرتيز هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ريل، انفيرتد، تالت حاجة هتبقى هو طبعا واقف بعد السنتر فتبقى دايمنشن. تعالى نشوف سؤال رقم 10. دلوقتي بقول لك an object is placed at a distance of 35 cm from a concave mirror والراديوس ب 40. طيب ده معناه ان انا واقف ما بين الفوكس والسنتر. عايزك تقول لي الفوكال لينس بكام؟ طب الراديوس ب 40. الفوكال لينس اتفقنا ان هو نص الايه؟ نص الراديوس، يبقى r divided 2 اللي هي 40 divided 2 فتطلع معاك ب 20 سم. بقول لك the properties of the formed image وعايزنا نرسم. طب تعالى نرسم الاول بعد كده نقول له البروبرتيز ايه هي. طيب احنا اتفقنا ان احنا واقفين ما بين الفوكس والسنتر. ادي السنتر وادي الفوكس واحنا واقفين هنا. تعالى نجيب لون تاني. اول خط يخبط في المرايه، الخط التاني يقطع الفوكس، الخط التالت يتعكس من المرايه على الفوكس. اتفقنا؟ والخط الرابع يخرج بره كده وهيتقطعوا ورا السنتر. اتفقنا؟ طب عايز البروبرتيز. طبعا انا واقف ما بين الفوكس والسنتر فتبقى ريل،
inverted و magnified. السؤال اللي بعده سؤال رقم 11. استنى يا عم نشوف السبورة بتعلق، اوقات كده بيبقى مخها تخين. يا جماعة الأنبياء إلا ربنا. بقول لك an object is placed at a distance 20 سم من spherical mirror والراديوس ب 20. طب أنا واقف عند مسافة 20 والراديوس بكام؟ ب 20، يبقى أنا كده واقف فين؟ يبقى أنا كده واقف عند السنتر. And when the mirror is displaced 5 سم towards the object. يعني أنا دلوقتي حركت المراية ناحية الأوبجكت 5 سم. طيب أنا كنت واقف كده، بس المهم إن أنا استنتجت حاجة من اللي هو قاله ده كله، إن الفوكس ب 10 والراديوس ب 20. طيب دلوقتي انا قلت لك ان هي هتتحرك 5 سم ناحيه الاوبجكت، تمام؟ طيب دلوقتي لما الاوبجكت يتحرك 5 سم ده معناه ان هو هيبقى واقف عند كام؟ بدل ما واقف عند 20 هيبقى واقف عند 15، يعني ما بين الفوكس والايه؟ ما بين الفوكس والسنتر. اتفقنا؟ طيب هو عايزك تكتب البروبرتيز وترسم وتقول لي نوع المرايه. عامة نوع المراية هنا هيبقى كونكيف علشان انا ما عنديش مرايات بتطلع ايكوال، ما الكونفكس سوري عندي ما بتطلعش ايكوال، فدي طبعا ايه؟ كونكيف. اتفقنا؟ طيب طيب وكمان هو قال لي ان الاوبجكت ايمج تتكون اون سكرين، فطبعا ده هتبقى كده ريل، فطبعا دي برضو ايه؟ من ضمن الحاجات بتاعت الكونكيف ميرور. تعال نكمل الرسمة. دلوقتي انا بقول لك ادي لايت هيخبط في المراية، واحد يقطع الفوكس، وبعد كده يتعكس من المراية على الفوكس، بعد كده يتقطع بعد السنتر. عايزين التايب قلنا كونكيف. البوزيشن طبعا of image هتبقى at a distance greater than double focal length. Write the properties of the formed image. طيب خلاص احنا قلنا بقى ما بين الفوكس والسنتر هتبقى real inverted magnified. show by drawing رسم. سؤال رقم 12. A convex lens its focal length equals 4. يبقى الفوكال لينس ب 4. يبقى الراديوس عند او السنتر عند 8. وبقول لك ان الاوبجكت اتحط عند مسافة 6، يبقى ما بين الفوكس والسنتر. Determine the position of the formed image and the properties by drawing only two light rays. طيب دلوقتي زي ما قلت لك احنا عندنا ادي ضوء هيخبط في اللينس، وضوء يقطع من ايه؟ كده سوري ماشي الصورة مش هتكمل. عامة هيقطع كده ويتجمعوا فين؟ يتجمع كده بعد السنتر. اتفقنا؟ طيب هو عايز البروبرتيز بما اني اتجمعت بعد السنتر هتبقى ريل انفيرتد ماجنيفايد. سؤال رقم 13 بيقول لك in the opposite figure an object is placed in front of a convex lens and we put behind it a plane mirror. When we look in the mirror we find no image. طيب خلاص بما ان هنا ما اتكونش حاجه، مفيش صوره اتكونت هنا والبلين ميرور ما قدرتش تلقط اي حاجه، ده معناه ان الاوبجكت ده واقف فين؟ واقف كده عند الفوكس. اتفقنا؟ طيب mention the position of the object from the lens. طبعا كده ايه؟ at focus. طيب why no image is formed؟ هتقولي كده because the light ray falls parallel. الضوء طبعا بقى parallel and never intersect، وطبعا مش هيتقاطع. خطي في الحياة والله أحلى من القرف ده، بس أنا مش عارف أكتب على مش عارف أكتب لسه على السبورة شوية. طيب سؤال رقم 14 بيقول لك in the opposite figure a convex lens formed an image for the object at its left side at a distance of 12 سنتيمتر. طيب دلوقتي بقول لك والإيمج دي real inverted equal، يبقى أنا كده واقف فين؟ واقف عند السنتر. طيب
دلوقتي بقول لك in front of بقول لك ان البلين ميرور محطوطه عند مسافه 20 سم من اللينس، عايز اعرف الفوكال لينس بكام. طب انا اتفقت هنا ان انا واقف عند السنتر، واقف عند مسافه 12، يعني الراديوس ب 12، يبقى الفوكال لينس نص الراديوس اللي هو 12 ديفايدد 2 تطلع معاك بكام؟ ب 6 سنتيمتر. الديستانس between الاوبجكت and the formed image by the plane mirror. طيب دلوقتي زي ما قلت لك انا واقف هنا عند مسافه 12 على السنتر، يبقى الايمج هتطلع هنا على مسافه كمان كام؟ على مسافه 12. اتفقنا؟ يعني الحته الصغيره دي كلها ب 12 والحته دي ب 8. اتفقنا؟ يبقى انا عندي الصوره الناحيه الثانيه برضه بتتكون عند مسافه كام؟ عند 8. فيبقى المسافه ما بين الايمج والايمج دي هتبقى كام؟ هتبقى 8 بلس 8 اللي هي 16. طبعا لو انت مش فاهم انا قلت لك ان المسافه دي، استنى اسويهم لك كده، قلت لك ان المسافه دي كلها ب 20. اتفقنا؟ طبعا بما اني واقف هنا على السنتر على مسافه 12 يبقى الايمج هتطلع هنا برضه على مسافه كام؟ 12. اتفقنا؟ طيب فانا عندي الحته دي ب 12 ودي كلها ب 20، يبقى الحته الصغيره دي بكام؟ 20 ماينس 12 تطلع معاك ب 8. لو المسافه ما بين الاوبجكت والمرايه 8 يبقى المسافه اللي ما بين المرايه والايمج هي كمان كام؟ هتبقى 8. فقلنا هنا 8 بلس 8 فتطلع معاك ب 16. إذا formed image by the plane mirror is upright or inverted in the respect to the object. طيب بالنسبة للأوبجكت، هو الأوبجكت طلع معايا لما أنا جيت أرسمه كان upright مستقيم كده ولا inverted معكوس؟ طبعا كان معايا inverted، فالإيمج بتاعته هي كمان هتبقى إيه؟ هتبقى inverted. فطبعا هتقول له إن هي inverted. بس كده؟ بس كده. طيب الحمد لله احنا كده حلينا على يونت 2. السنه دي بقى ان شاء الله اعمل لك كده مفاجاه، يعني غالبا هتنزل الاسبوع الجاي، يعني ان شاء الله كده هيبقى كده عندنا حوالي ملزمه فيها حوالي 500 سؤال مثلا. هنزل لك الحل بتاعها على اليوتيوب ان شاء الله، وهنزل لك برده كمان البي دي اف باذن الله على في الديسكربشن وكده، بحيث ان حضرتك تقدر تحلها في اي وقت وان شاء الله كده تقدر تستفاد. وطبعا انا والله اعملها كده صدقه عن نفسي وعن المسلمين وعن اخواتنا في كل مكان، وان شاء الله ربنا كده ينفع بينا ويجعلنا دايما سبب كده في مساعده الناس. وطبعا مش حابب يعني افكرك، اكيد انت بني ادم عاقل وعارف ان احنا دلوقتي خلاص الامتحانات ناقص لها يعني خلاص 20 يوم وتخلص امتحانات اصلا، يعني انت ناقص لك حوالي 15 يوم وتبدا ان شاء الله، او 14 يوم. ف حد من صحابك يحتاج حاجه خليك كده بني ادم سوي نفسيا وجدع وساعده. حد من صحابك كان في حاجه واقفه قدامه اشرح له، خليك بني ادم. اتفقنا؟ في حد كده علمني في يوم من الايام، يعني ربنا يا رب يكرمه كده، انا بحب الشخص ده والله، ربنا كده يا رب يفرحه باولاده. وهو علمني حاجه جميله جدا، ان انت بمجرد ما تعطل تحس انت مش عارف تذاكر، او ان انت مش عارف مثلا. يعني انا كنت وقتها كنت شغال جرافيك ديزاين، وقتها كان اوقات بيجي لي حاجه اسمها كريتيف بلوك او ارت بلوك، ما كنتش بعرف اطلع تصميم او حاجه. فكان دايما بيعلمني يقول لي طلع صدقه عن افكارك. طيب قلت له يعني ما كنتش فاهم يعني ايه. قال لي ان انت تطلع جزء من افكارك كده دايما لله، ان انت تدور على حد محتاج فكره مثلا او محتاج مساعده في تصميم وانت تساعده، تبقى بنية صدقه عن افكارك عشان ربنا يكرمك في فكرك ويزيدك من علم، وان انت تتطور وتبقى احسن في شغلك. دايما الشخص المعطاء في مجاله ربنا بيكرمه وبيوسع عليه اكتر وبيزيد والله. اتفقنا؟ ما انت لما تعلم غيرك انت بتزيد وهو بيزيد، مفيش حد هياخد مكانك، مفيش حد بياخد رزق حد. اتفقنا؟ فخليك بني ادم سوي وطلع دايما صدقه عن افكارك لو انت حاسس ان انت مش عارف تذاكر، و يعني ربنا يوفقك. مش هقولك اكتر من كده. يلا، السلام عليكم.